السلام عليكم. معكم اسماعيل زقاف رئيس جمعيه عين حمراء للتنميه والثقافه والرياضه. كنتواجدوا اليوم بقاعه مغطاه بحي بن كيران في اطار النسخه الثانيه ديال الدوري ابطال الشباب من نوسه. هذا الدوري كيتنظم بمناسبه شهر رمضان بشراكه وتنسيق مع جمعيه العاليه وكذلك جمعيه عين التين وتحت اشراف المديريه الاقليميه لقطاع الشباب. هذا الدوري صراحه فريد من نوعه، خصوصا انه كيتنظم لاول مره. انتقلنا من الاقليم ديال فحص اجرا وذلك هذه القاعه هذه لعده اسباب، لكن الصراحه اجواء ديال الدوري دازت على احسن ما يرام. الحمد لله كاينه روح رياضيه بين اللاعبين وكذلك كيخلقوا واحد الاجواء ديال الفرحه والنشاط والاجواء اخويه، وهذا هو الهدف من الرياضه. ونتمنوا حظ اوفر لجميع الفرق ان شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما بعد، محمد العربي مسياح مسؤول عن فريق شباب حكامه الرياضي. المهم بالنسبه للمباراه اليوم كانت ضد فريق شباب حكامه ضد فريق عين سعيد. مباراه مرت في اجواء تسود الروح الرياضيه، كانت صراحه مباراه كانت متكافئه. جميع الفرص جميع الفرق كانوا متكافئين من حيث الفرص. بالنسبه للدوريات الرمضانيه صراحه لهم دور فعال في الاقليم ديالنا، حيث هناك مجموعه من المواهب في الاقليم كاينش اللي كيبين لنا قد الدوريات بحال هاد الفعاليات بحال هادو. وبالنسبه لنا كنتمنى التوفيق لجميع الفرق، خاصه فريق حكامه اللي كنمثلوه انا. وشكرا.